موبايل فيفو الجديد الفيفو في 70 اتسعر رسميا في مصر للنسخة ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام ب 32 ألف جنيه، والنسخة الأكبر ال 512 مع 12 ب 35 ألف جنيه. لازم قبل ما تاخد القرار وتروح تشتري الموبايل لازم تعرف ايه اللي اتغير، ايه الجديد فعلا، ايه البدايل اللي ممكن تقدم لك تقريبا أداء ومواصفات قريبة جدا لنفس الفيفو في 70، وممكن تلحقه بسعر اقل. كل الموبايلات الجديده اللي نازله هتنزل باسعار مختلفه تماما. ونروح للتغيرات على طول. اول حاجه اخيرا بقى عندنا ظهر من الزجاج، بقى عندنا فريم من الالومنيوم، وده اللي هيدي فخامه اكتر للموبايل، وطبعا فريم الالومنيوم اللي هيدي متانه وحاجه كده شيك ومحترمه في ايدك. ولما نروح للشاشه اخيرا بقت شاشه مسطحه عاديه تماما، مفيش بقى شغل الكيرف اللي هو ما كانش احسن حاجه وكان بيغلبك في تركيب السكرينات. ولو الموبايل وقع منك احتمالية ان الشاشة تتكسر بتبقى اعلى كتير من لو كانت الشاشة دي مسطحة وعادية. وغير كل ده خلاص اعتقد ما بقاش في حد لسه بيحب الشاشات الكيرف. لو انت لسه بتحبها الفلاج شيب استغنى عنها من سنين وبطلوا يعملوا حاجة اسمها شاشة كيرف، فهي كانت مرحلة وعدت فانساها خلاص. اما من حيث جودة الشاشة نفسها فهي اموليد، ولكن بيدعم دلوقتي لل 1.5K بمعدل كثافة بكسلات 459 بكسل في الانش. وعلى فكره ال 1.5K دي كانت موجوده مع ايام الفي 40 وهم رجعوا شالوها في الفي 50 والفي 60 وجاي لسه يرجع لك تاني دلوقتي، بس كويس ان هم رجعوها. الموبايل وزنه 187 جرام، سمكه 7.4 مللي. طيب عندنا حاجه تانية جديده اتغيرت؟ مفيش حاجه تانية جديده اتغيرت. الموبايل جاي بنفس المعالج والاداء السناب دراجون 7 جن 4، هو نفسه اللي كان موجود على الفيفو في 60 وهو اللي موجود على الرينو 15. هل اداء المعالج وحش؟ لا، اداء المعالج حلو جميل، ولكن اياميها بقى على سعره. لكن دلوقتي احنا بقينا في سعر تاني مختلف، والمعالج هو بتاع الفي 60 ما اتطورش بس السعر طار. في نقطة تانية بسيطة كده اتغيرت وهتفرق برضو حاجة كويسة، يعني نوع المساحة كان يو اف اس 2.2 واخيرا دلوقتي طوروه ب يو اف اس 4.1. يمكن ما تلاحظش الفرق ده كتير لكن وجوده دي حاجة ممتازة. لما نروح للكاميرات وهي النقطة الأكبر تسويقا للموبايل وأكتر حاجة بتركز عليها الشركة هي الكاميرات بالتعاون مع زايس. كعادة فيفو أغلب موبايلاتها الجامدة دلوقتي بقت بالتعاون مع زايس. عندنا الكاميرا الرئيسية ال 50 ميجا بكسل ال 1.9 والدعمة لمثبت البصر الحقيقي ال OIS. وعندنا الكاميرا التانية التليفوتو ال 50 ميجا بكسل، والتالتة ال 8 ميجا بكسل الترا وايد اللي صورها وحشة وملهاش لازمة تقريبا. والسيلفي هنا عندنا 50 ميجا بكسل. الاقي حد بقى يقول لي تجربه التصوير اللي طالعه من الفي 70 احسن من الفي 60. اوعى، نفس الصور والفيديوهات اللي هتاخدها من الفي 70 هي نفس الصور والفيديوهات اللي هتاخدها من الفي 60. هما الاتنين واحد يا عزيزي المشاهد، نفس الكاميرات، نفس المعالج، نفس السوفت وير في نفس الشركه، فهي مفيش اي اختلاف خالص. بص هي حلوه، يعني الصور والفيديوهات اللي بتطلع هنا ممتازه تمام، ولكن ما حصلش اي تغيير او اي تطوير واضح. طبعا الموبايل دعم اف سي والاي ار والسماعات الاستيريو والبصمه السريعه تحت الشاشه، والبطاريه هنا 6500 ملي امبير، والدعم الشحن السريع ال 90 واط، والشحن موجود معاك في العلبه. الموبايل جاي باندرويد 16 وهياخد 4 سنين تحديثات اندرويد، ده على حسب كلام الشركه. فمن الاخر كده مفيش تطوير حقيقي او تطوير جبار قوي حصل، هو بس بقى عندنا شاشه مسطحه جوده اعلى 1.5K مع فريم من الالومنيوم وظهر من الزجاج وبس كده. لكن الكاميرات هي والمعالج هو ومفيش اي تغيير تاني حصل. ونيجي بقى للنقطه المهمه والاهم والتسعير ابو 32 الف جنيه. تعمل ايه يا عزيزي المشاهد؟ اول حاجه كده لو انت معاك الفي 60 يعني حرام عليك بقى، انت مضطر دلوقتي وعايز تجيب وعاجبك بقى الفيفو سواء الفي 60 او الفي 70. سيبك من الفي 70 وفي كام حاجه لو لحقتها تمام، ما لحقتهاش خلاص بقى يعني نتعامل مع الوضع الحالي. عندنا الرينو 15 لو عرفت تلحقه في حدود ال 28 ألف جنيه هيبقى خيار ممتاز. نفس المعالج، هتاخد تقريبا نفس البي بي كي نفس الشركة، فالشبكات اللي انت عايزها حلوة، تجربة التصوير اللي انت عايزها فتمام. وموبايل تقريبا نسخة من الفيفو في 70 مع بعض الحاجات يعني والاختلافات، بس موبايل عموما محترم. لو لحقته ب 28 ألف جنيه حاجة ممتازة. تاني حاجة
ودي اللي افضلها بس قليله شويه الرينو 14. الرينو 14 الجامد جدا، في معالج كمان اقوى من اللي موجود في الرينو 15 والفيفو في 70 وكل الكلام ده ما بقاش يتحط في موبايلات. هو قليل بس لو دورت ممكن تلاقيه، فهيبقى خيار ممتاز في حدود برضو ال 28 27 الف جنيه، هيبقى حاجه ممتازه. فعندك اختيارين اهو من نفس بي بي كي عشان ما تبقاش بعدت كتير لو انت مرتبط يعني بفيفو. اما في حدود ال 32 الف لو انت مش مرتبط بفيفو وعايز احسن موبايل هنا، فلو لحقت تجيب الاس 25 اف اي من سامسونج هتلاقيه في حدود ال 33 34 الف، فده هيبقى خيار ممتاز وصفقه اقوى بقى في المعالج في الكاميرات، في بص موبايل حاجه تانية فلاج شيب من الاخر يعني. طبعا المفترض ان الموبايل دلوقتي بيطلع مع هديه حجز مسبق الفيفو في 70، والمفروض يعني بعد الفتره دي الهديه دي خلاص تتشال، والمفروض ينزل من ثمنه 1000 او 2000 ويتباع يعني باقل من كده. ولكن في ظل الظروف اللي احنا فيها والاسعار اللي بتغلى على طول محدش عارف اصلا ايه اللي ممكن ينزل وممكن يعلى، يعني ممكن تستنى السعر ينزل. في النهايه مستني رايك في كومنت تقول لي هل انت مستعد تشتري الفيفو في 70 بالامكانيات دي ب 32 الف جنيه ولا انت هتعمل ايه؟